رجعت ليكم فيديو عن ايجي ستايلز. المصارع ده اكيد كلنا معتبرينه واحد من اعظم المصارعين، وانا بالنسبه لي هو فعلا اعظم مصارع في الجيل بتاعه كاداء وككل حاجه. فانا بقول لكم هو بدا ازاي لان قصته طويله والفيديو ده ممكن يطول شويه. وهو المفروض الصح ان هو يعتزل ازاي يعني. الموضوع بدا من دبليو سي دبليو سنه 2001. كانت الناس بتسال عن المصارعين الشاطرين اللي يعرفوا يأدوا هناك ويشهروا الاتحاد وكده. كان في مصارع ظهر اخر 3 شهور، وما كانش حد يتخيل ان هو يبقى بطل العالم اصلا في الدبليو دبليو كده بعد كده. كان ايجي ستايلز بدأ المصارعة سنة 98، وكان ساب الجامعة اللي كان بيدرس فيها عشان يتفرغ للمصارعة تمامًا، وبقى راح اتحاد اسمه الNWA وخد نجم هناك ويعني وخد بطولة هناك، وخد بطولة عالم الوزن التقيل وحاجات كتير هناك. وكان ليه عداوة مشهورة مع واحد اسمه إير باريس، وبعد كده راح الWCW وعمل فريق اسمه إير ريد، وغيّر اسمه لإير ستايلز بدل إيجي ستايلز، وكان بيلبس لبس طيارين كده وكانت طريقة غريبة يعني. وبعد كده لمّا الWWE اشترت الWCW ما خدوش إيجي ستايلز معاهم. وعلى فكرة حاجة غريبة عنّه شوية، إن هو كان أصلًا اتعرض عليه يروح للWWE قبل كده أو الWWF يعني، وكان ده هيخلّيه يتنقل من ولاية لولاية، وكان مراته بتدرس تمريض، فهو عشان ما يعطّلش دراستها وكده ما راحش الWWE، ودي حاجة غريبة شوية. المهم إن هو جرّب ماتشين مع الWWE قبل كده، إن هو حاجة زي audition يعني أو تجارب أداء، بس اترفض و وما كانش عايز يبعد عن مراته زي ما قُلت لكم. وبعد كده فضل يصارع في اتحادات مستقلة، وكسب حزام كده هناك. اتحاد اسمه WWE والRing of Honor طبعًا. وبعد كده ظهر في أول ماتش اتذاع في اتحاد TNA سنة 2002. على فكرة هو في الTNA كان من أهم النجوم هناك، وهاقول لكم التفاصيل دلوقتي. قعد يدافع على حزامه هناك ضد ناس كتير، وفي نفس الوقت كسب حزام الفرق في الTNA. بس علاقته باللي كان معاه في بطولة الفرق دي اللي هو جيري لين كانت وحشة أوي، ودخل في صراع طويل مع جيري لين ده بعدها، وفضلوا يضربوا بعض طول الخريف 2002. في 2003 كان بدأ بقى رحلته إن هو ياخد بطولة الوزن التقيل في الTNA، وحاول ياخد حزام العالم من جيف جاريت، بس ما عرفش ودخل في مشاكل مع مصارعين من هناك زي ريفن وساند مان. وفي 2003 كسب فعلًا جاريت وريفن وخد البطولة، وفضل طول المدة دي بي في الRing of Honor وبتاع، بقى بطل العالم هناك كسب CM Punk. بس الTNA أجبرته قالت له: "أنت لازم تسيب الحزام وتسيب الشركة بسبب مشاكل إدارية." زي إن هُم بيسرّحوا ناس ويطردوهم وكده. وبعد كده فضل في الTNA دي فترة لحد 2009 كده، كسب حزام الTNA تاني بتاع الوزن التقيل، وكان وقتها مدير أعماله هو ريك فلير، واتحوّل لشخصية شريرة وبتاع، وفضل 7 شهور لحد ما خسرها من روب فان دام. وكان دايمًا بيخش عداوات مع ناس زي مات هاردي وبول راي. و2012 كانت سنة صعبة عليه، لإن هو عمل إن هو قصة على علاقة بواحدة اسمها ديكسي كاركتر. ديكسي كارتر دي اللي هي صاحبة الشركة، وبعدها طلّعوه في القصة إن هو خلِّف طفل من واحدة تانية اسمها كلير لينش. فغيّر شكله بقى بعدها وطول ودقن وكده، ورجع بشخصية الذئب بتاعته دي، وأخد الحزام من بول راي. بس مرحلة إن هو كان بيطلع بتاع الستات والحاجات الغريبة دي كانت مش لايقة عليه أوي يعني. وبعد كده ساب الTNA بقى ل11 سنة، وعشان قال لك ما ادّوليش المرتب اللي هو يستحقه. و2014 راح الNew Japan Pro Wrestling، وبعد 4 أسابيع فضل يلعب ماتشات هناك وبتاع، ولعب آخر ماتش كان ضد شينسكي ناكامورا. تعالوا بقى أقول لكم التفاصيل لمّا راح الWWE بدأت إزاي. في 2016 لقينا الرقم 3 هو AJ Styles. دخل AJ Styles أول ظهور، وقعد 29 دقيقة في الماتش، وبعدها عمل فريق مع كريس جيريكو، بس جيريكو غدر بيه، ولعبوا ضد بعض في WrestleMania 32، وستايلز خسر. وبعد كده اتحول لشرير وضرب جون سينا بمساعدة اسمه لوك جالوز، اللي هو اللي هو كان مساعد CM Punk سابقًا يعني، وغلب جون سينا في SummerSlam 2016. وبعدها ب8 شهور غلب دين أمبروز وبطل الWWE، وقعد بالحزام ده مدة حلوة يعني. لمّا خسروا لجون سينا الأول، بعد كده دخل في خناقة مع شين ماكمان، وكسب شين ماكمان في WrestleMania. وبعد كده كسب بطولة الولايات من كيفن أوينز، وبعد كده كسب جندر مهال، ودي الفترة اللي طوّلت، لإنه خد الحزام منه المرّة التانية. وبعدها بعد مثلًا 300 يوم والّا حاجة خسروا لدانيال براين. في 2019 رجع لشخصية الشرير، وعمل فريق اسمه The OC، وكسب بحزام أمريكا
من ريكوشيه، وبعد كده خسروا لري ميستيريو. وبعد كده ايزي ستايلز بقى بدأ يمر بمراحل غريبة كده، اللي هي الفترة بتاعة كورونا أصلًا كانت غريبة على المصارعة كلها، زي إن هو في 2020 مثلًا دخل عداوة تاريخية مع أندرتيكر، اللي هي بدأت في عرض السعودية، لمّا تيكر فاجئ الدنيا كلها وظهر وضرب ايجي ستايلز. وبعد كده دخلوا عداوة بقى في راسلمانيا 36، واللي هو كان آخر ماتش لأندرتيكر أصلًا. كان ماتش اسمه ماتش المقابر، أو اللي هو الBoneyard match. الماتش كان آخر ماتش في مسيرة تيكر، وAJ هو اللي اتدفن فيه حرفيًا. كان في آخر حتة حتى تيكر بيدفن نيجي ستايلز وبيودّع بقى العالم كله بشخصية الdead man دي. حتى لو تاخدوا بالكم تيكر دايمًا بيظهر بشخصية اللي هو الAmerican badass دي، ما بيبقاش يظهر بشخصية الراجل الميت تاني. وبعدين نيجي ستايلز فضل يتخبط كده، راح سماك داون وكسب بطولة القارات، ودي كانت أول مرّة في تاريخه على فكرة. و وكان وقتها خَدُه من دانيال براين يعني، وفضل محتفظ بيه لحد ما خسره لجيف هاردي. وأواخر 2020 AJ جاب معاه حارس شخصي اسمه أوموس. أوموس ده اللي هو العملاق النيجيري ده، اللي هو الضخم الطويل أوي ده. وAJ ستايل وأوموس لعبوا فريق نيو داي في راسلمانيا وكسبوها، راسلمانيا 37. وAJ وقتها بقى رسميًا الجراند سلام، اللي هو معاه كل الأحزمة الممكنة في الWWE. وفضلوا أبطال فترة لحد ما خسروا فريق RK Bro، اللي هو راندي أورتون ومات ريدل. وبعدين الفرقة اتفككت وأوموس اتقلب على AJ ستايلز. وبعد كده دخلوا رجّع فريق الOC ده تاني، ودخلوا عداوة مع Judgment Day. AJ ستايلز كان راجع محبوب، وكان ضد الJudgment Day اللي هو كان بيقودهم Edge، وبعده فين بالور والناس دي. ورجع أصحابه بقى القدام اللي هو لوك جالوز وأندرسون اللي كانوا معاه أيام أندرتيكر، وانضمت ليهم واحدة اسمها ميا ييم عشان يواجهوا ريا ريبلي يبقى الفريق متكافئ يعني. وفي مايو 2023 AJ وصل لنهائي دورة الحزام الوزن التقيل بتاع اللي هي كسبها سيس رولينز في الآخر، وسيس رولينز كسبوا منه الحزام في نهاية الشامبيونز. بعد كده AJ ستايلز غاب فترة ورجع بشكل جسماني ضخم أوي، ودخل لعب فترة كده كان في Royal Rumble اللي هي كان ماتش رباعي ضد رومان رينز وأورتن وكودي وأورتن وإيلي نايت. وبعد كده أهم لحظة فيه إن هو اتحول لشخصية شريرة لمّا دخل في عداوة مع كودي رودز على حزام الWWE. لعبوا ماتش مش طبيعي في باكلاش، والماتش ده كان كودي رودز بيقول لك كل واحد بياخد لحظته مرّة، بس AJ ستايلز خد لحظته فعلًا في الماتش ده، إن هو كان الجمهور بيشجعه بشكل مش طبيعي. والماتش أخد 5 نجوم على فكرة. وبعد كده عمل خدعة شهيرة كده، إن هو بيطلع قال لك أنا هاعتزل وبتاع، وكودي رودز قال لأ، بدأ يعيّط ويرفع إيده ومش عارف إيه. بعد كده AJ ستايلز راح قالع القناع ده والّا اللي هو لابسه ده، وبدأ يقلب على كودي رودز إن ده سيناريو يعني، هو مش هيعتزل ولا حاجة. ولعب ماتش اسمه I Quit في عرض كاس Clash at the Castle، وخسر AJ ستايلز بطريقة صعبة بصراحة، إن هو قال له أنا هاستسلم بطريقة مهينة يعني. وبدأ في 2025 نعِد العد التنازلي لاعتزال AJ ستايلز. قال لك أنا مش هاستنى زي جون سينا إن أنا ما يتبقاش فيّا نقطة أقدر أصارع بيها أعتزل يعني. قال لك أنا عايز أعتزل وأنا قادر أصارع عادي. فراح اليابان وراح اتحاد الNJPW ولعب ماتشات هناك. و وفي أكتوبر 2025 عرض Crown Jewel كان لعب ماتش الوداع ضد جون سينا. الماتش ده ما كانش متبني له أي حاجة، رغم كده هو كان من أحسن ماتشاتهم سوا يعني، أو ماتشات جون سينا الاعتزالية عمومًا. وستايلز قال لك خلاص 26 هي آخر سنة ليّا، وبدأ يصرّح في لقاءات إن هو مش عايز يستنى جسمه يبوظ زي ما قُلت لكم. والإشاعات دلوقتي إن هو خصمه الأخير لسه هنشوفه مين، بس هو ممكن يلاعب جونتر قبل حتى الاعتزال يعني. تعالوا بقى أقول لكم 10 معلومات غريبة عنه وكان نقفل الفيديو. اسم AJ ده ما لوش معنى على فكرة، الناس تفتكر إن AJ ده اختصار لحاجة وكده. هو كان اسمه الأول حاجة AJ styles، بس لمّا شال القناع وكده المصارع اللي كان بيلعب معاه قال له: "إيه رأيك تسميها AJ styles؟" وعلى فكرة يا جماعة AJ styles طفولته صعبة جدًا، يعني هو اتولد في قاعدة عسكرية أصلًا، وأبوه كان بيشرب كتير، وكان فقير جدًا، لدرجة إن هم حتى ما معهمش فلوس يشتركوا في واصلة والّا في كابل عشان يتفرّجوا على المصارعة، فما كانش بيتابعها أصلًا. ودخل في موضوع المصارعة ده بالصدفة، يعني هو ما كانش بيحلم يبقى مصارع، هو كان رياضي وشاطر وكل حاجة في المصارعة الرومانية في المدرسة وكده. أصحابه قالوا له: "ما تخش مصارعة محترفة، أنت جسمك حلو وهتنفع يعني." و وعلى فكرة يا جماعة AJ styles أول بطل جراند سلام في اتحادين، هو خد الجراند سلام في الTNA وفي الWWE. وبيحب الفيديو جيمز، أو هو gamer يعني لدرجة الهوس. بيقول لك أنا gamer جدًا وعندي أجهزة قديمة نادرة حتى، ويقعد يجمّع الحاجات دي. ودايمًا في أي سفر بيسافروه بتلاقيه مثلًا عمّال معاه شنطة فيها أجهزة اللعب وكده، لدرجة إن هو كان بيعمل فيديوهات أصلًا
بيجرّب فيها الretro games وألعاب الPlayStation 1 والحاجات القديمة أوي دي. وكمان AJ styles بطل في البينج بونج، قبل ما يركّز في المصارعة وكده، كان لعيب بينج بونج بجد، يعني كان محترف جدًا في الجامعة، وأحيانًا في كواليس الWWE بتظهر الحكاية دي. بالنسبة بقى للوشم اللي على جنبه ده، هو عنده وشم كبير على جنبه فيه تواريخ ميلاد أولاده ال4، وكان رافض تمامًا فكرة الوشم طول حياته، بس لمّا خلّف قال لك أنا حاسس إن ده هيخلّيني أقدّرهم صح وكده. وكلّهم بيبدأ أساميهم على فكرة بحرف الA، ولادهم كلّهم، اللي هو أجاي وأفيري وألبي وأني، دول أسامي ولاده. ولعب ماتش في الWWE قبل شهرته ب14 سنة. ناس فاكرة كتير إن ظهوره في الRoyal Rumble ده أول ظهور ليه، بس الحقيقة لأ، سنة 2002 لعب ماتش تجريبي ضد هوريكان وخسر في الماتش ده. ده كان AJ styles. أنا على فكرة يا جماعة الفيديو ده واحد طلبه مني اسمه ليل تقريبًا، أو واحد اسمه ليل وأي فيديو تطلبيه مني، هو طلب مني كريستيان برضه هاعمله له عادي ما فيش مشكلة، لحد ما حد تاني يطلب. وصّلوا الفيديو يا جماعة 30 لايك أو 20 لايك، وده ممكن يبقى طويل شوية، ومع السلامة.